ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. النهاردة عودة لأبطال مسلسل السرعة الحب في برنامج حلاوة تايلاند، وبيبدأ البرنامج وجين طلب قهوة ليه ولمو وجايب لها هدية، ومو بتيجي وبتحاول تفاجئ جين انها جت، وهو بيقول لها يا بنت احنا كنا لسه مع بعض من شوية. قالت له اتفاجئ عادي، انا هعيد دخولي تاني. وبتعيد دخولها تاني وبتغني عينه وبتقول له انا مين، وبيعمل نفسه متفاجئ. بعدها قالت له ما تقابلناش من وقت كبير، وجايبه له هديه، وكانت خوذه، وبتكون مبسوطه ان الهديه عجبته، وبيشكرها، وبتكون هديته ليها طبعة بتتوصل بالبلوتوث مع الموبايل وتطبع صور لانها بتحب تتصور كتير، وبتشكره بطريقه طفوليه. والمذيعة قالت لهم هتروحوا مع بعض تايلاند في رحلة لمكان تصوير المسلسل، بس هنسألكم أسئلة نعرف انتم منسجمين مع بعض ولا لا. وبتسألهم بتحبوا السفر لوحدكم ولا في مجموعة. الاتنين جاوبوا في نفس واحد انهم بيحبوا السفر لوحدهم. وسألتهم القهوة ولا العصير، والاتنين قالوا القهوة. ومو قالت له يا عم انت بتقلدني ليه؟ والاتنين بيحبوا غروب الشمس اكتر من الشروق. ومو بتحب تسهر لكن جين بيحب يصحى بدري. مو استغربت ده، قال لها ايوه بحب اصحى بدري لكن انا بسهر عادي. الأجواء بتكون بينهم لذيذة جدا. بعدها كلموا سون وقالوا له هنجيلك تايلاند، وهو مش مستوعب اللي بيقولوه، وقال لهم هياخدهم المطعم بتاعه اللي لسه هيفتتحه، وهيكونوا أول ناس تاكل فيه. تاني يوم في الطيارة جين قال لها استعدي هتنامي بعد شوية. قالت له كلامك ده هينيمني، ونامت فعلا. بعدها بيوصلوا تايلاند، وسون بيستقبلهم بفريق بيرقص رقصات غريبة، ومعاهم صور ليهم وقت المسلسل، وبيلبسهم ورد، وبيكونوا في عربية جميلة وبيغنوا مع بعض. وبعدها وصلوا المطعم سون اللي بيكون على شكل كهف، وشكله جميل جدا، وبيكونوا منبهرين بالأجواء جوه المطعم. وجيم بيجرب أكلة وده رد فعله وفصلوا ضحك، قال لهم طعمها غريب شوية، وبيجربوا أكلات تانية، وسون بيحضر لهم وجبة بيستمتعوا بيها، واكتشفوا إنه طباخ هايل. بعدها بيكون عرض لدبة الزبدة، وبيرقصوا معاهم مستمتعين. بعد كده بيروحوا المكان تصوير المسلسل عند بيت أبو جين وقتها، وبيحاولوا يقلدوا المشاهد اللي صوروها قبل كده في المكان، لكن تمثيلهم كان ضعيف جدا ومضحك. وسون عامل فيها مخرج، وجين بيحاول يشيلها زي المسلسل لكن صحته مش مساعداه. بعدها بيكلموا المخرج وبيعرفوه انهم هناك، وقال لهم بتعملوا جزء تاني من غيري ولا ايه؟ قالوا له لا بنستعيد الذكريات مع بعض. بعدها بيتمشوا وبيستمتعوا بالاجواء. وتاني يوم مو وجين بيلعبوا مع بعض، وسون عامل زي الشجره واتنين ليمون بيتابع في صمت كده، وبيروحوا المكان يصطادوا منه الجمبري. وبعد وقت سون اصطاد اول واحده، وجين بيقول المشكله مش فيا، المشكله في الجمبري نفسه، وعايز ينط في الميه ينزل له، وقال انا مش عارف اصطاد ليه. ومو اخيرا بتصطاد واحده ومبسوطه جدا، وجين اخيرا بيصطاد واحده هو كمان، وبيكون فخور بنفسه جدا. بعدها بياكلوا الجمبري اللي اصطادوه، وريحه بهارات الاكل بتبهدلهم. وتاني يوم بيروحوا نادي الملاكمه، وسون عامل فيها البروسلي، وجين بيستعيد ذكرياته في المسلسل، وبيكونوا متحمسين وبيلعبوا بعض. وسون بيخسر نفسه، ما ينفعش جين يخسر يعني سمعه المسلسل. وبالليل بيكونوا في مكان على البحر كانوا فيه وقت المسلسل، لما كان جين بيعمل العاب ناريه، وجالهم سون على مركب وكان محضر العاب ناريه شكلها لطيف جدا، والاجواء بتكون جميله. ومو بترقص رقصه غريبه من الفرحه. بعدها مو بتختار لبس مدرسي وبتروح مع سون لمكان جميل على بحيره، وبيكون في دباديب بتلعب وبيرقصوا ويغنوا معاها. وتاني يوم مو وسون بيروحوا محميه افيال بيتدرب فيها الافيال على الحفلات وعروض السيرك وكده، وسون بياكل الافيال، ومو بتكون مرعوبه منهم. بعدها بيساعدوا العمال في استحمام الافيال، ومو بتكون خايفه ومرعوبه. وبالليل سان ويان ونانا مستنيينهم على جزيره، ومو وسون بيوصلوا، والاجواء جميله جدا، ومو بتكون مستمتعه، وبيلعبوا لعبه البطه زي ما لعبوها وقت المسلسل. وسون بيخسر والعقاب يرقص رقصه غريبه. وتاني يوم بيفطروا وبيفتكروا ان مو امبارح كانت بتنام على نفسها وما قدروش يكملوا تصوير، وكانوا بيضحكوا عليها. بعدها بيكونوا في سباق قوارب مع بعض وبيستمتعوا. ومو بتكون في باراشوت عالي، وقالت انها كانت خايفه في الاول لكن في السماء الاحساس ده راح من عندها فجاه. وبالليل بيروحوا يصطادوا، وبيكون في طباخ بيجهز لهم اكل بيستمتعوا بيه. بعدها مو بتطبع الصور اللي اتصورتها بآلة الطباعة اللي اداها لها جين هدية، وقالت ان ذكريات المسلسل لا يمكن تقدر تنساها، وتفتكر وقت الحفلة اللي كان عاملها سون في المسلسل وراحوا نفس المكان، وبيكون في جمهور من محبيهم وبيستمتعوا بالاغاني في المكان وبيغنوا مع بعض، وبيشربوا مشروب حلاوة تايلاند.
ومو بتشكر أصحابها اللي كانوا معاها في الرحلة الجميلة دي، وبتشكر جين بشكل خاص، ولأنه مش موجود قالت لهم حطوا صورته جنبي، وقالت إنه مميز وعارف اللي بتحبه، واستمتعت معاه في البرنامج وبيرقصوا مع بعض. ومو قالت إنها استمتعت بالخمس أيام اللي قضتهم هنا في تايلاند، وإن الأجواء كانت جميلة مع أصحابها، وإنها من أول يوم لما شافت جين حست بالسعادة بجد، وإن الأجواء بينهم مش مختلفة عن وقت المسلسل، وإنها استمتعت بتجارب جديدة في البرنامج أول مرة تعملها في حياتها. وكان نفسها جين يكمل مع البرنامج للآخر، لكنها مبسوطة مع أصحابها، وقالت إن الذكريات السعيدة قادرة على دعم الإنسان لفترة طويلة، وإنها مش هتنسى الرحلة دي ولا المسلسل. ويان قال أنا حاسس إن في حلم جميل، وبيخلص البرنامج.